يا مساء الفل. تعالوا بقى نعمل مشروب الطاقة، حاجة كده بتروق عليكي في رمضان. عندك لفة قمر الدين؟ هاتيها وتعالي اقولك هنعمل بيها ايه. هنعمل بيها احلى مشروب، تحفة تحفة تحفة، وبيدي باور حلو قوي. هناخد قطعة من قمر الدين، نص الورقة زي ما تحبي، يعني الكميات دي بتاعتك، العبي فيها براحتك. انا بجيبه عشان اختصارا للوقت، عشان يلحق يدوب معايا بسرعة. عايز تعمليها قبلها بليلة اعمليها، عايز تعمليها في نفس اليوم قبل الفطار بساعتين بساعة ممكن تعمليه عادي جدا. انا بقطعه كده وبحط عليه مثلا بتاع كوباية مية او كوبايتين مية، واحطه على النار يغلي مع نفسه. هنا بقى جبت التين المجفف بتاعي وقطعته قطع كده بالمقص بسكينة زي ما تحبي. انا ده عندي تمر طري مش ناشف، انا بقصه بقطعه قطع برضو، يعني بقسم الواحدة على 4 على 2 زي ما تحبي، يعني التقطيعات دي بتاعتك. وهنجيب عندي وهنا بقى عندك مش حطي، عندك قراصي حطي. انا بصراحه ما عنديش، فهم دول انا مستكفيهم جدا، طعمه حلو قوي. هنحط بقى دلوقتي اهو قطعتهم، كميات قلت ترجع لك. هنحط بقى دلوقتي عليهم سوداني، انا عندي سوداني متقشر ومجروش جاهز، ولوز وزبيب وجوز الهند. مكسراتك اللي عندك حطيها، ما عندكيش لوز ما تحطيش، ما الموجود عندك حطيه. وزبيب اهو ولوز، انا كام واحدة لوز كده قطعتهم. بصي المكسرات دي العبي فيها براحتك. ولو اول مرة تشوفيني متنسيش الكومنت واللايك والشير عشان اتشجع واقدر اكمل واعمل وصفات احلى واحلى. معاكم ام هنا. طبعا ده اهو التاني كان بيغلي على النار، بعد ما غلي اهو سميك وتقيل هحطه مع بعضه عشان يدوب لي الحاجه دي او يخليها طريه تشرب من طعمه. وهنا نزلت بقى بالسكر لاني كده كده ما كنتش حاطه السكر. السكر ده انا حاطه بتاع نص كوبايه سكر، انت ممكن تزودي السكر على حسب ما انتوا بتحبوا السكر ازاي. انا زودته بس بشويه ميه عشان كان تقيل قوي، وعشان يكفي الكميه اللي انا حطاها. هحطه دلوقتي وقبل الفطار هخففه بميه تاني. انا اهو هحطه ده بس هغطيه واسيبه، وقبل الفطار هزود له ميه كمان، ولو احتاج سكر بعد الفطار هزود له. هي كده قبل الفطار مش هعرف، بس هحطه دلوقتي وقبل الفطار هزود له ميه وشويه سكر صغيرين، واللي يحتاج يزود يزود. اهو شفته قلبته وهسيبه بقى على جنب. بعد كده هسيب بقى باقي الشفشق هكمله قبل الفطار. وجربوه، ما تنسوش تقولوا رايكم فيه، وكل سنه وانتم طيبين بعد الايام. السلامه.